يعني يا جماعه احنا مش بيرفكت طول الوقت، بيحصل لنا الانتفاخ اللي حوالين العين ده، الهالات. انا حاولت اطلع لكم من غير فلتر عشان تشوفوا شكل البشره عامل ازاي. وممكن يبقى عندنا حبايه لطيفه زي دي او التهاب نتيجه الشمس وما جددناش صن بلوك. بس لما باجي بقى استخدم حاجه علشان خاطر تبقى شكلها ناتشورال كده وفي نفس الوقت تعالج ما تزودش معايا الحاجات اللي حاصله دي، لما باجي استخدم حاجه تعمل كوركشن وفي نفس الوقت بستخدمها از كونسيلر في ده كوريكتور وكونسيلر في نفس الوقت من ديرماتيك. خلونا نجربه كده ونشوف الافكت بتاعه. طبعا انا بعمل له بلندنج كده بايدي، مش بالسبونج، وبعد كده بعمله بالسبونج بحيث ان ده بيدمجه احسن. بصوا الفرق ما بين دي وما بين دي، شكله ناتشورال جدا. ده فيه كافيين وفيه هيلورونيك اسيد وفيتامين اي وفيه الوفيرا منتج. كنت بقول لكم ان الانجريدينتس الموجوده فيه كلها حاجات احنا محتاجينها. يعني هو فيه مثلا نياسيناميد وفي الكافيين، والحاجات دي بتساعد جدا على ان الهالات تقل، وعشان كده هو مكتوب عليه كوركشن. وفي الوفيرا، في فيتامين سي، في فيتامين اي، فهو من الحاجات اللي هترطب قوي المنطقه دي، فهتقلل من وجود الانتفاخات دي وشكل الهالات. عشان كده بيقولوا ان هو منتج علاجي اكتر ما هو حاجه للتجميل. وفي نفس الوقت هو ادى لوك ناتشورال قوي، ما تحسيش انك انت حاطه كونسيلر او حاجه. وكمان ممكن نحطه هنا، استنى بس انا ما بحطش على الالتهاب نفسه، بحط حواليه علشان ما اعملش انفكشن في الابليكيتر بتاعته. ثانيه واحده ادمجه واجيلكم. بصوا هو غطاها، نحط حواليها كمان، هو غطاها وفي نفس الوقت انا مش قلقانه ان هو ميك اب او هو فيه مواد ما تعمل لي مشكله. يعني مش اول يوم احطه، يعني مش اول يوم او مش اول مره احطه على حاجه فيها التهاب زي دي. فانا مطمنه تماما وانا بستخدمه، سواء هو او كليو. هعمل لكم ريل تاني وانا بستخدم كليو على العين التانية، وهسيب لكم اللينك اللي ممكن تجيبوا منه ده من على الويب سايت، وهحط لكم الكود بتاعي استنوه. الانجريدينتس مكتوبه اهي، في كافيين وفي ريتينول، في فيتامين سي، فيتامين اي، وشيا باتر، وفي كافيين، وفي الوفيرا، وقلنا الهيلورونيك اسيد، وفي كولاجين، وفي نياسيناميد، وفي كوكامبر اكستراكتس اللي هي مستخلصات الخيار. يعني كميه، وفي رز هاب اويل، وفي افوكادو اويل، وجرين تي اكستراكتس. فكميه الانجريدينتس الموجوده فيه هايله. انا بقى بستخدمه ازاي؟ هو تقيل شويه، اتقل طبعا من الديرماتيك، فانا باخده كده، باخد. بصوا دي ممكن تعمل وشي كله. ثانيه واحده. بصوا بتاب كده بالسبونج واتاكد انها منديه طبعا، ما تبقاش ناشفه. بصوا لسه في على ايدي قد ايه. هو تقيل قوي، بيحتاج دمج شويه، وهو كوريكشن هايل الصراحه. يعني بصوا دي هو عمل كوريكشن للمنطقه دي، كنسل الهالات اللي كانت موجوده، هيقلل شويه، بعد شويه كده تلاقوا الانتفاخات قلت شويه، وبيدي لوك طبيعي من غير ما تحطي كونسيلر ومن غير ما تحطي اي حاجه، ومن غير ما تخافي انه يعمل لك مشاكل قدام من كتر ما تستخدمي ميك اب او كده. لما بحب بقى احط فاونديشن او حاجه، او انا محتاجه اوحد لون البشره اكتر من كده، بستخدم الفاونديشن بتاع كلايو. وطبعا هو فيه نفس الانجريدينتس الموجوده في الكوريكشن او الكونسيلر اللي انا لسه حاطه لكم هنا. في نياسيناميد، وفي شيا باتر، وفي انجريدينتس كتير قوي زي الهيلورونيك اسيد وفيتامين اي، بيز واكس. ودي حاجات تحطيها على بشرتك وانت مطمنه. وغير كده كمان ان هو فيه SPF 30، ودي حاجه مهمه قوي. انا كده بحط السان بلوك ده بتاع بوبي الجل بتاع البشره الدهنيه، ده اساسي. بس لما كمان تكوني مستخدمه الفاونديشن بتاعك فيه عامل حمايه من الشمس، دي حاجه مطمئنه جدا. فباخد بامب كده انه اجيب الفرشه بتاعت الفاونديشن واجيبها. الفرشه دي حلوه قوي، كنت جايباها من اوريفلام. وبناخد كده توزع الفاونديشن حلو قوي
انتوا شايفين البامب عامله ازاي؟ على فكره البامب دي هتكفي وشي كله ومش بتخطط، ودي احلى حاجه. ولما بندمج بعيد عن اي حاجه فيها التهاب علشان خاطر ما ننقلش البشره كلها. ثانيه واحده. ده الفينش بتاع البشره بعد ما حطينا الفاونديشن بتاع كليو والكوركشن بتاع العين من كليو، والناحيه التانية حطينا ديرماتيك. فدول الحاجات دي انا بستبدلها دايما لما بتكون بشرتي انا محتاجه حاجه تغطي لي لو في حاجه في بشرتي، او لو انا عايزه اخلي اوحد لون البشره يعني من غير ما اكون حاسه ان انا بضرها. خاصه بقى الناس اللي بتنزل كل يوم رايحه شغلها او كده، فكل يوم فاونديشن كل يوم فاونديشن ده هيرهق البشره جدا. عشان كده المنتجات دي فيها ingredients حلوه قوي هتفيد البشره، مش هتضرها، وفي نفس الوقت هتغطيها وتخلي الشكل بيرفكت. طبعا الشكل دلوقتي مرعب، ابيض فابيض كده، ما حطيناش لسه بلاشر ولا اي حاجه. فهسيب لكم اللينك اللي ممكن تلاقوا عليه التخفيضات اللي ما بتخلصش طول السنه، وهسيب لكم الكود بتاعي تقدروا تاخدوا خصم في المية زياده على الخصومات اللي موجوده، اللي هي اصلا 53 70% 60%. اي حاجه هلاقي عليها خصومات احط لكم اللينك واحط لكم كود الخصم. خلونا نجرب نحط لاينر بقى بالبتاع بتاعت السنان دي اللي هي بتسلك السنان، يعني فيها الفتله الصغننه دي. انا حطيت عليها البرودكت بس للاسف الكاميرا ما كانتش بتصور. خلونا نجرب علشان الناس اللي ما بتعرفش تظبط الوينج بتاع العين، فهنجرب كده. خرمت عيني ثانيه واحده، التركية دي شغاله ولا لا. بصوا عامله وينج خفيف قوي علشان خاطر لو عايزه تظبطي حاجه بقى تظبطي تخليه اطول من كده اقصر من كده. استنوا نجرب كمان في العين التانية. بصوا هنا كمان باينه اكتر. هتطوليه بقى تسريعا كده بس يبقوا الاتنين مظبوطين، بحيث ما يبقاش واحد طالع كده وواحد نازل كده. فالتركية دي حلوه قوي علشان تظبطي بيها اللاينر. هكمل رسم بقى على الخط اللي عملته وارجع لكم. بصوا ده شكلها فاينلي. انتي بقى عايزه تقصري اي حاجه مثلا هتقصريها، تحطي هنا الميك اب ريموفر وممكن تقصريها كده من غير ما تسببي اي حاجه تبوظي بيها الميك اب بتاعك، او بعد كده بقى ممكن تثبتي ببودر او حاجه. ده الفاينل.